السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناتكم سمع الكره. الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا فيها على المنتخب الوطني المغربي وعلى اللائحه اللي تعلنت نهار الخميس من طرف الناخب الوطني محمد وهبي، هو اللي في ندوه صحفيه كيعلن على اللائحه الرسميه للمنتخب واللي غادي تلعب المباراتين الاستعداديتين ضد كل من الاكوادور والباراغواي، وهذا الشيء نهار 27 و30 من هذا الشهر هذا اللي هو شهر مارس. لائحه اللي كنا كنتسناوها باش نشوفوا اللاعبين اللي غادي يتم الاستدعاء ديالهم وباش نعرفوا التغيير والاضافه اللي غادي يقدمهم الناخب الجديد محمد وهبي. وبالفعل تشكيله عرفت تغيير كبير، لعابه اللي ما عمرهم لعبوا مع المنتخب كتم المنادات عليهم، ولاعبين اللي كانوا مع وليد الركراكي من مونديال قطر كيتم الاستغناء عليهم. ومجملا اللائحه اللي كانت مرضيه بنسبه كبيره، من غير بعض الاسماء اللي بعض المحبين ديال الفرق ديالهم كانوا كيتمنوا انهم يشوفوهم مع المنتخب، ولكن راه ما يمكنش كلشي يلعب في المنتخب من غير الناس اللي جاهزين واللي قادر يقدم الاضافه واللي واجد. على الكره وجوه جداد اللي غادي يمثلوا المنتخب الوطني المغربي لاول مره، ومن بينهم عيسى ديوب مدافع فولهام الانجليزي واللي كثرت عليه الهضره من بعد ما غير الاختيار ديالو من المنتخب الفرنسي للمنتخب المغربي. المدرب محمد وهبي كيأكد بان ديوب تختار الجاهزيه ديالو والاضافه اللي يقدر يقدمها للمنتخب الوطني المغربي، والصراحه لاعب اللي غادي نحتاجوه بزاف، خصوصا وانه كيلعب في الدوري الانجليزي، دوري اللي فيه تنافسيه وريتم طالع بزاف، وهذا الشيء غادي نحتاجوه بزاف في كاس العالم، حيت غادي نلعبوا مع منتخبات اللي كتلعب بريتم طالع وعندها كاليتي جو ديال الهو نيفو. ومع عيسى ديوب كنلقاو ياسين جاسم وياسير الزبيري ابطال كاس العالم في الشيلي مع المدرب محمد وهبي، بالاضافه لسمير المرابط، رضوان الحلحال، اسماعيل باعوف وربيع حريمات لاعب الجيش الملكي اللي ياما طلبت به الجماهير المغربيه، واللي اليوم كيكسب له انه يلعب مع المنتخب الوطني المغربي الاول من بعد ما خدا افضل لاعب في الشان وافضل لاعب في كاس العرب. بالنسبه لابرز الغائبين على اللائحه ديال محمد وهبي كنلقاو الحارس منير المحمدي، نايف اكرد وحمزه ايغامان، الغياب ديالهم اللي اكيد جاي بدواعي الاصابه. كما كنزيدوا عليهم اللاعب المتالق افضل لاعب في مونديال الشيلي واللي اكيد محمد وهبي غادي ينادي عليه ملي غادي يتشافى ويرد المستوى ديالو. الاختيارات ديال محمد وهبي كانت موفقه واحترمت المنطق، افضل اللاعبين في افضل لي بوست تم الاختيار ديالهم. كيبقى نشوفوا الانسجام ونشوفوا التناغم والخطه اللي غادي يقدمها لنا في المباريات الاستعداديه اللي ماجيه. كان معكم وليد مذكور على قناتكم زوم على الكره. السلام عليكم.